اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم شلون نحل الموضوع إذا إجت وحدة للمجلس ومخلية مكياج، أو تجي وحدة لابسة ذهب، طبعا الذهب هو زينة، أو تجي وحدة لابسة تول، تمام، هذا التول يعني الخفيف. هذه شلون احنا نحل الموضوع وياها، وطبعا تكون بارزة بالمجلس، يعني بوسط المجلس تكون بارزة. وللأسف هاي الظاهرة كثرت عندنا بالعراق، يعني بالفترة الآونة كثرت هاي الفقرة عندنا بالعراق. اللي دي يسمعوني خاصة بالخليج، هاي الظاهرة ما موجودة عندهم. يعني هواي، يعني قارية عند الخليجيات تنصدمون شلون يعني يحترمون المجلس. فهاي الظاهرة كثرت عندنا بكثرة بالعراق للأسف، وأغلبية المجالس هالشكل، الأغلبية، تمام، يعني ما قلت كلها ولا قلت البعض، لا، الأغلبية يعني بكثرة. تجي هنا سؤال الملة، تقول أنا يا علوية شلون أحل هذا الموضوع؟ أطردها من المجلس؟ أعيط بيها قدام النسوان؟ أفشلها؟ أرزلها؟ طبعا هاي الطرق كلها خاطئة. إذا طردتيها وفشلتيها انت هنا اتدخلت بموضوع اللي هو بين الموالية والإمام الحسين عليه السلام، بين الموالية والزهراء. الزهراء تكون حاضرة بالمجلس، فالزهراء ما تقبل الطردين وحدة. هسه تقولين مو هي ما محترمة مجلس الزهراء، اي بس هي جاية المجلس الزهراء. هسه على الذهب اللي لابسته، وعلى التول اللي لابسته، وعلى المكياج اللي مخليته، يا أختي بعد هي هاي طبيعيتها، شو تسوي لها؟ هي ما تحترم يعني. نعم، هي ما تحترم. هي لو تحترم كان من قالت أنا معزومة قراية وراح أروح أنزع الذهب وألبس لبس محتشم، ماكو داعي تول ودية وهذا جسمي منه كله طالع، وما أخلي مكياج، هيج قلم كحلة ما أخلي. ليش؟ لأن أنا رايحة المجلس احتراما للزهراء. الزهراء شوفني، نعم الزهراء موجودة في كل مجلس يقام على أهل البيت عليهم السلام، تمام. يعني أجي أنا مخلية مكياج وهاي، إذا أنا مو مرباية، ما عندي تربية، هذه أخلاق ماكو. نجي للزبدة، وما نبي نطول عليكم. تجي هنا الملة شلون تحل هذا الموضوع؟ يا عزيزتي، إن كنتي مبتدئة وإن كنتي ملة قديمة، يكون هنا شو تسوين؟ تخجلين المقابل. بس إذا هي قاعدة قدامك ولابسة هذا اللي أنا ذكرته، مو تبقين تسولفين وتباوعين عليها، لا أبدا، مو يمها، لا تباوعين عليها. انت هنا القي محاضرة، ومحاضرة قصيرة، ومن تلقين المحاضرة لا تحجيها بالفصيح، احجيها بالعامية، خلي ملح زيادة عليها، يعني سويها مالحة، سولفي سوالف هنة قبل لا تبلشين المجلس. حبايب، عظم الله لكم الأجر، هذا مجلس مثلا كذا الإمام، حتى لو مو محرم، المهم هذا مجلس الإمام. يا حبايب، خلنا نعطيكم معلومة انتم تعرفوها بس احنا نذكر. الزهراء سلام الله عليها قاعدة بعتبة الباب وبيدها سجل وتسجل، هاي اجيت تعازي وليدي، هاي محترمة مجلس الحسين، هاي محترمتني فاتت من يمي، هاي اجيت تسجل، هاي اجيت مخلية مكياج. هاي درجاتها هالقد عندي، يعني درجات، شوفوا هي درجات ترى، اي والله درجات، هذا درجاته عالية وهذا درجاته ها. إيش قد عيب وإيش قد خجل من الزهراء إنه أني
سجلي عند الزهراء درجاته مو عالية. ترى عيب والله العظيم عيب، هي تشوفنا واحنا ما نشوفها، تمام؟ انتوا تدرون الشهداء أحياء، فتجين تتكلمين خجلي المقابل. يا أخواتي خلنا نطبق على نفسنا. لا سامح الله إذا أنا اليوم ذكرى سنوية مال والدي مثلا، ذكرى سنوية مال زوجي مثلا، ذكرى سنوية مال وليدي مثلا، مال أمي، مال أختي، يصير أنا أخلي مكياج، مو عيب من الناس. راح شو يقولون الناس؟ يقولون يا فلانة فاتحة أبوها وشوف شو مخلية، يا هاي أحلى النسوان، يا لعد مو هاي ذكرى السنوية مالت أمها شو مخلية مكياج. يصير عيب، مو صح؟ عيب من الناس. إذا نفس الطريقة إنه أنا من أكون بالمجلس، هاي أنت تتكلمين تمام ملا، إنه نفس الطريقة أنا من أكون بالمجلس وهو مجلس مو إلي، بس أكو صاحبة مصاب موجودة وهي الزهراء، عيب منها من تشوفني. هسه ما أستحي من النسوان، ما أستحي من الملة، أستحي من الزهراء. تشوفني أستحي من الله، مو الحسين حبيب الله أستحي، مو الحسين دا يشوفني. اي والله يشوفك الحسين بالمجلس. لعد شلون تعالي، شلون من اكو باب الجنة، باب من ابواب الجنة يدخلون منه ناس كلش هواية. هذا عالم شايف رؤية انه الناس تدخل واكو فا واحد يعني يدخل الناس بسرعة بسرعة. يابا شنو هاي؟ شو هذول بسرعة وهذول لازمين سرة؟ قالوا هذا الباب من خدم الحسين بإخلاص. أنا أجي يعطوني الورقة مالتي وأجي أدخل بهذا الباب، يابا أنت هاي درجاتك، راح تكون يعني الجائزة نعطيك إياها قليلة، يعني مو مثل ذول. عيب والله عيب، أني أخجل. أكو ملتقى، نعم أكو ملتقى وأكو سجل يسجل. فيا أمي يا حبيبتي خلي مراسيم من تردين تروحين للمجلس، أغسل وجهي، ألبس لباس يليق بمقام الزهراء، ألبس عباية مال رأس، إنه رايحة لوين؟ حالي حال الراحة. احنا مو من ندخل للضريح أي إمام ندخل له، مو نلبس عباية والمكياج ممسوح، ولو هي صارت هسه سلم لي مكياج وعباية ماكو، هاي الموديلات اللي هسه تجي للإمام ويدخلن. والله شنو هالجرأة ما أدري. فأنت بهاي الطريقة يا حبيبتي وصيري بعد أفضل مني، تكلمي بطرق يعني خجليهم، جيبي قصة يعني يكون بحث، سوي أكو قصة تخلي المقابل فعلا يخجل. بعد لا يخلي المكياج ولا شيء، عيب من الملة. هيك يبقى يحسب لك حساب، عيب من الملة تفشلنا، ما صيح علينا لا بس تفشلنا. وارجع للبيت شو اسولف؟ اقول الله اليوم الملة والله حكت حكي، والله عيب شبي انا اخلي مكياج. بس لو مرزلتها، لو قايلت لها مثل هاي الملايات شايفينهم شنو، لو ميت ابوج ما مخليه مكياج، لو ميت ابوج تخلين مكياج، شبيتن مستهترات ومن هالحكي هذا ما يصير. عيب، هذه الملة ما مرباية، ما عندها اخلاق، ياخذون عليكم انطباع هالشكل ويكرهونك وبعد ما يجون المجلس. بس انت شو تسوين؟ بالسياسة، اي بالسياسة، بالكلام الحلو بالكلام الطيب، راح ان شاء الله تكسبين اجر وثواب. واني جدا اعتذر طولت عليكم.